في رسالة جات لي كتير أوي الأيام دي بعد نتيجة الثانوية العامة والتنسيق لما ظهر إحنا اتظلمنا، ده مش حقنا، إحنا واخدين أقل من حقنا. طب أنا هسألك سؤال وجاوبني بكل صراحة. هو أنت لما كنت حاطط في دماغك كلية معينة، أنا هدخل الكلية دي، أنا مش شايف نفسي غير في الكلية دي، كانت نيتك إيه قبل ما تقول أنا عاوز الكلية دي؟ لله؟ ولا نيتك ان مثلا الناس تقول عليك دكتور، تقول عليك مهندس؟ نيتك ان انت كنت تنفع الناس وتنفع الامه، ولا كانت نيتك مثلا عشان الفلوس؟ طيب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما جابلكش الكليه اللي انت بتحلم بيها؟ هل هي كانت خير ليك وربنا ما جابهالكش؟ اوصل لك المعلومه بس بطريقه تانية. سيدنا يعقوب عليه السلام عندما فقد ابنه يوسف، قلب سيدنا يعقوب عليه السلام كان معلق بسيدنا يوسف وفقط. ظل يبكي عليه سنوات لدرجة ان هو فقد بصره، من اول ما سيدنا يوسف عليه السلام ضاع منه لاخر ما بقى عزيز مصر ورجع ليه. هو قلبه كان معلق بسيدنا يوسف وبس، مش شايف غير سيدنا يوسف قدامه، مش عاوز حاجة غير ان سيدنا يوسف يرجع له فقط لا غير. القلب كان معلق بحاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. بص كده لما سيدنا يعقوب قال وأفوض أمري إلى الله، أول ما قام سيدنا يوسف عليه السلام خرج من مصر قال إني لأجد ريح يوسف. قال له طب ما سيدنا يوسف كان في البئر جنبك، في كنعان جنبك. طيب دلوقتي لما انت قلت وأفوض أمري إلى الله، لما صرف القلب بالكامل لله سبحانه وتعالى دون غيره، ربنا سبحانه وتعالى رد إليه سيدنا يوسف ورد عليه بصره. انت لما صرفت نظرك وقلبك وعقلك وكل جوارحك بالكليه دي، انت قعدت تدعو ربنا سبحانه وتعالى في قيام الليل، انت حتى عملت عبادات ما كنتش بتعملها قبل كده. بقيت بتصلي قيام ليل، بقيت بتخش الجامع بفرضه، بقيت بتصوم اثنين وخميس، بقيت بتصوم النوافل. كل ده علشان توصل للحاجه اللي انت عاوزها او اللي انت شايفها صح من وجهه نظرك انت. وتخيل ان انت بعد ثالثه ثانوي وبعد النتيجه ما ظهرت سبت العبادات دي كلها. يعني انت كنت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى علشان خاطر الكليه دي وفقط لا غير. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. انا مش عاوزك توصل للايه دي. الايه دي معناها ومن الناس من يعبد الله على شرط. هتدخلني الكليه هكمل عباده، ما دخلتنيش الكليه خلاص مش ده اللي حصل. فإن الله سبحانه وتعالى ينزع الأشياء التي تحبها منك ولست مدرك شرها عليه. حتى لو طحنك انتزاعها هيجي اليوم اللي تحمد ربنا سبحانه وتعالى فيه إن هو انتزعها منك. وإن هزت رياح اليأس مركبنا فحسن الظن بالله ينجينا.